السلام عليكم ورحمة الله. يا رب إن شاء الله تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. فيديو النهاردة بإذن الله هعمل معاكم الاسبونج الاقتصادي جدا. اسبونج سهل وموفر ومش فيه بيض كتير، وهزين معاكم التورتة الحلوة دي بطريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله يعجبكم. والمقادير هتكون بالكوباية لحبايبي اللي مش بيحبوا المقادير بالجرام. تابعوني لآخر الفيديو إن شاء الله علشان تعمليه. هو مفهوش تكات كتير، بسيط جدا وإن شاء الله ينجح معاكم من أول مرة. تعالوا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ نعمل الاسبونج الاقتصادي. معايا 4 بيضات، مش شرط يكونوا خارجين من التلاجة أو بدرجة حرارة المطبخ. لو خارجين من التلاجة عادي اشتغلي بيهم. هضيف عليهم شوية من الفانيليا السايلة أو البودر، وكوباية من السكر الحبيبات أي نوع سكر حبيبات، ونص كوباية من النشا. أنا هشتغل بالأكواب المعيارية، ممكن تشتغلي بالكوب الزجاجي اللي في المطبخ عندك عادي. وكوبايتين من الدقيق، استخدمت دقيق جميع الأغراض اللي موجود عندنا في كل البيوت. كوبايتين ممسوحين من الدقيق. زي ما قلت لكم لو مش عندك الأكواب المعيارية اشتغلي بالكوب الزجاجي، بس أهم حاجة زي ما بقولك كوباية كوباية والنص كوباية نص كوباية. وكيس كيك شيف، ده الأضمن دلوقتي بصراحة، ومعلقة صغيرة من الخل الأبيض. وده ظرف من المحسن الجل دلوقتي موجود في كل مكان. الظرف ده تقريبا سعره 7 جنيه. هو عبارة عن معلقتين كبار، الظرف 50 جرام يعني معلقتين كبار. أنا هاخد منهم معلقة وهقفل الظرف وعينه في التلاجة، ما تحفظوهوش بره خالص. المحسن الجل دلوقتي موجود في كل الأماكن، عند العطار وفي محل مستلزمات الحلواني، وكمان موجود في السوبر ماركت. الظرف ده حلو جدا وبيسهل عليكي بدل ما تروحي تشتريه من محل مستلزمات الحلواني بكمية كبيرة وبعد كده تبوظ عندك لو مش هتستخدميه. وكوباية من المية من الحنفية عادي. المكونات ملهاش اي ترتيب، مش ممكن تحطي حاجة قبل حاجة، كله مع بعضه. وهخفقهم مع بعض بالمضرب الكهربائي او بالعجان. مهم جدا ان احنا نضربهم وقت وفير، مش اقل من 5 دقايق ل7 دقايق، لحد ما تلاقي الخليط معاكي بقى شبه الكريم شانتيه، خفيف وناعم. لو حسيتي وانت بتضربي الخليط انه تقيل وسميك على المضرب، ممكن تضيفي ربع كوباية مية زي ما انا عملت. لميت العجينة او لميت الخليط وحطيت عليه ربع كوباية من المية تاني عشان يبقى خفيف معايا ويديني نتيجة حلوة ويرفع بسرعة. المكونات دي هحطها في صينية مقاس 24 عالية، لان انا هعمل التورتة بتاعتي اكتر من 4 ديسكات او 5 ديسكات. لو انت هتعملي صينية صغيرة او عايزة تجربي الاسبونج الاقتصادي النهاردة بكمية قليلة، هتعملي بيضتين. بيضتين وهتنصصي كل المقادير في صندوق الوصف السهم اللي تحت الفيديو، هتدوسي عليها هكون كاتبالك ان شاء الله مكونات الاسبونج الاقتصادي ببيضتين. ولو عايزة تعملي حلة كبيرة زي كده اعملي ال4 بيضات. لو بيضتين هتقللي كل المقادير، هتبقى بيضتين عليهم ربع كوباية من النشا، عليهم نص كوباية من السكر، عليهم كوباية من الدقيق، معلقة صغيرة من محسن الجل، ونص كيس كيك شيف وفانيليا. وهتبقى نص كوباية مية. لو هتعملي بيضتين هكتب كل المقادير بالكوباية في صندوق الوصف ان شاء الله. الخليط لما بيكون في صينية عالية او في حلة عالية بالشكل ده ما بيقعدش في الفرن اقل من ساعة. ما بنفتحش عليه اقل من ساعة على درجة حرارة 180، درجة خبيز الكيك العادي. وزي ما شفتوا ان انا خبطت في الحله خبطتين على الرخام علشان الفجوات الهوائيه ما تبقاش شكلها وحش في الاسبونج. بصوا جماله ونجح ازاي. ما تقفيش بقى على مكونات الجرام وتقعدي توزني وتتعبي نفسك. بالكوبايه كل الاسبونج بتاعنا عملناه. طبعا خرجته بقى من الحله بعد ما هدى شويه. والاحسن طبعا لو هتعملي تورتايه منه ان انت تعمليه من قبلها بيوم وتسيبيه يبرد جدا وتكون متغطي بعد ما يهدى، وتشتغلي بيه تاني يوم هيديكي نتيجه حلوه جدا. بس انا هعمله في نفس اليوم فهويته حوالي ساعه وبعدين هقسمه. بس طبعا بشيل الوش اللي فوق بتاع القشره ده لان ما بيشربش اي حاجه زي ما احنا عارفين من الكريمه او من السوائل بتاعه التزيين ما بيشربهاش، فبشيله عشان يبقى طعم التورته بتاعتي حلو. هقسم الاسبونج بتاعي ل4 ديسكات وحلوين كمان. يعني انا بقسمه 4 ديسكات برضو مش رفيعين. بصوا من جوه الاسبونج عامل ازاي، وريحته تجنن وطعمه تحفه، فاتح ومفهوش مسام كتير ومستوي جدا. اهم حاجه لما يكون الخليط بتاعك عالي ما تفتحيش عليه الفرن اقل من ساعه. ممكن ساعة إلى 10 دقايق تعملي لها اختبار. وبعد ما تطفي الفرن يفضل ان تسيبي الصينية بتاعتك في الفرن، ما تخرجيهاش عشان ما يبقاش وشه ملزق. قطعتها 4 ديسكات طريين جدا وهش وناعم في منتهى الروعة. الاسبونج الاقتصادي ده يا جماعة بصراحة اختراع، هيغنيكي عن الاسبونج الجاهز خالص، مش هتشتريه وهتعملي منه انجح تورت وجاتوهات. انا عاملة كمية مضاعفة الكمية علشان هعمل التورته بتاعتي عاليه ان شاء الله. هزين معاكم بقى تورته سهله كده وبسيطه وسريعه.
جبت البوردة بتاعتي وحطيت عليها معلقة صغيرة من الكريم شانتيه عشان وانا بزين التورتايه ما تتزحلقش. والكريم شانتيه بتاعتي حطيت عليها دي عبارة عن كوباية من الكريم شانتيه. كلنا طبعا عارفين نعمل الكريم شانتيه، بس للناس اللي بتسألني عليه دايما بيبقى متماسك ازاي وبيدي كمية حلوة. انا بحط كوباية من الكريم الشانتيه الخام، عليها نص كوباية من السكر، وعليها كوباية لكوباية ونص من المية المتلجة. ما بنعملش الكريم شانتيه بلبن او حليب، ما بنعملش الكريم شانتيه بسكر بودرة. الحاجتين دول لما بنضيفهم على الكريم شانتيه بيسيل قوي وبيمط معانا، ومش هيديكي النتيجة اللي دايما بتحبي ان انت تطلعيها زي الكريمة بتاعت الحلواني المتماسكة. فبنعمل كريم شانتيه بسكر عادي حبيبات وبالمية المتلجة. حشيت اول ديسك وحطيت عليه شويه من صوص الكراميل. طبعا دي فكره تورتاي انا بعملها طبعا، لكن الفيديو الاساسي ان هو طريقه الاسبونج الاقتصادي. لكن بزين معاكم التورتايه مجرد افكار يعني بنقولها لبعض، فربما حد يعجبه الفكره وينفذها. والديسك التاني برضو حشيت فيه شويه من الكريمه. انا بحط الكريمه في كيس حلواني وبفتح بوزه، وعشان يبقى سهل عليا ان انا اوزعها وما تهدرش معايا كتير. وبحط برضو معلقتين من صوص الكراميل، ممكن تحطي جناش شوكولاته وممكن تحطي مكسرات مجروشه زي ما تحبي، وممكن تسيبي حشوه الكريمه ساده كده من غير اي حاجه. بصوا الاسبونج جميل ازاي، وما شاء الله عمل كمان معايا الديسكات سميكه مش رفيعه. لو عندك كمان المنشار اللي بيقطع التورت هتقطعي الخليط بتاع النهارده اكتر كمان من 4، لان بيعمل الديسك رفيع شويه. التورته بتاعتي النهارده خدت قد ايه كريمه؟ علشان بتسأل السؤال ده كتير. التورته خدت كوبايه من الكريم الخام، كوبايه مج الازاز من الكريم الخام، عليه نص كوبايه من السكر الحبيبات، وكوبايه ونص من الميه اللي فيها قطع التلج. مهم جدا الميه تكون فيها قطع التلج. وبخفق الكريمه كويس جدا. لو الكريمه سيلت مني بعمل ايه؟ بحط عليها معلقتين كريم باستري بيمسك الكريمه كويس جدا، وبضربهم مع بعض برضو كويس لحد ما السكر يدوب، واتاكد ان كل حاجه دابت وتجانست في بعضها. بلاقي الكريمه تماسكت معايا وما بتسيلش خالص. واهم حاجه ان الكريمه تتضاعف معاكي وتكوني جايبه نوع كريم شانتيه خام نضيف. هجلس بقى بقيه التورتايه بالكريمه، وبعدين هظبطها بالسكرابر او باي سباتيولا عندك زي ما تحبي. ولازم بعد ما اجلس التورتايه بالكريمه لازم ادخلها التلاجة شويه. الاسبونج البيتي ده يعجبكم جدا يا جماعه، واقتصادي جدا. ما تقفوش بقى على الاسبونج اللي كنا بنعمله الاول اللي هو فيه بيض كتير. لا، الاسبونج ده حلو جدا جدا، وهيغنيكي انك تشتري الاسبونج الجاهز اللي سعره ارتفع جدا، ومش هتحطي كمان بيض كتير في الاسبونج، ومش هتوزني بالجرام وتخافي ان حاجه تفشل منك لو ما وزنتيش بالجرام. بالكوبايه. وهقولها لكم تاني، اللي مش عنده الاكواب المعياريه يشتغل بالكوب الزجاجي. دخلت التورتايه التلاجة عشان الكريمه تسقع شويه، عشان لما اصب عليها الجناش ما يسيلش معايا. ده باكو شوكولاته سما، انا بحب شوكولاته سما جدا في التزيين. الباكو ده 200 جرام. ال 200 جرام بحط عليهم بكسرهم كده في كسرولة او في حله، بحط عليهم نص كوبايه حليب، وبحطهم على النار لحد ما يبدأ الحليب يسخن مع الشوكولاته. وبعدين بشيلهم من على النار. خلاص الحليب سخن اهو زي ما انتم شايفين. هبدا ادوب بقى بقيه الشوكولاته بايدي. المعيار ده بيطلع معاكي جناش او درب على التورتايه مظبوط جدا. نص كوبايه حليب على الباكو كامل من الشوكولاته سما. ما بضيفش عليها بقى اي حاجه تلمع بصراحه، هي الشوكولاته ما شاء الله بحب لمعتها جدا، بكتفي بيها، ما بحطش زيت ولا زبده ولا اي حاجه خالص. هي ما شاء الله زي ما انتم شايفين لمعتها تحفه. الخطوه بتاعت نزول الدريب على او الجناش على التورتايه كنت فاكره، معلش كنت فاصله الفيديو فيها ما كنتش بصور. بس الفكره بتاعتها ان انا بحط الجناش في كيس تلاجة وبفتح بوزه، بس طبعا بعد ما يكون برد تماما. ما بننزلش بالجناش وهو سخن ولا دافي ولا حاجه، لازم يكون برد تماما، وتكون التورتايه الكريمه سقعت شويه، علشان لو نزلت بالجناش على الكريمه وهي سخنه، او الجناش يكون لا قدر الله دافي، هيبوظ لك الدنيا وهيسيل الكريمه. عملت خطوط على التورتايه في الداير بالسباتيولا بالسكرابر زي كده. ممكن لو مش عندك السكرابر اللي هو المسنن ممكن تعمليها بالشوكه. ونزلت بقى بالدريب زي ما انتم شايفين متماسك وحلو مش مسيل. مقدار الجناش حلو، نص كوبايه حليب على الباكو شوكولاته سما، وتحطيه في كيس وبنزل بيه دريب كده. وكان فايت شويه كريمه من اللي حشيت بيها وجلست بيها التورتايه، حطيت عليها نقطتين من اللون الاحمر اللي هو الوان الكريمه، وقلبتهم مع بعض علشان التورتايه دي تورته بنوتي. كل سنه وهي طيبه وعقبال 100 سنه. وحطيت روزيتات على التورتايه كده لونها جميل. لو عايزين تغمقوا شويه بتزودوا اللون، لو عايزين تغيروا اللون طبعا بتجيبوا الوان للكريمه زي ما تحبوا.
وحطيت بقى عليها كريسبي الابيض اللولي، اللي هو اللولي الابيض ده كريسبي جميل قوي، بيبقى شكله حلو في التزيين. وهحط بقى شويه ويفر من فوق كده على التورتايه. التزيين بتاعها فكرته بسيطه جدا، بس هما الولاد بيحبوا التورت من ايدي، ما بيحبوش خالص ان احنا نشتري تورت جاهزه. وكمان لما تجربوا الاسبونج البيتي ده هيريحكم جدا ومش هيكلفكم، وهتعملوا منه باذن الله احلى تورت. وحطيت كمان كريز على الوش. طبعا التزيين ده امكانياتك وذوقك واللي تحبيه، مش كل الاذواق بتعجب بعضها، بس يعني ده اللي انا عملته، ممكن تكون فكره تعجب حد. اهم حاجه فكره الاسبونج، جربوها يا جماعه ان شاء الله تعجبكم، هتعملي منه ان شاء الله تورت وجاتوهات تحفه. خلاص كده انا اكتفيت بالتزيين. هحط بس شوكولاته من اللي انا عملتها في القوالب السيليكون، في الداير بتاع الشوكولاته كده، بتدي شكل حلو جدا، هي كروت برضو بتبقى شكلها حلو قوي. بالطريقه دي بتمسك طبعا على طول لان الكريمه متماسكه ومش سايله. وحطيت برضو كريسبي لولي، اللي هو الملبس اللولي ده كريسبي حلو قوي برضو، بجيبه من محلات مستلزمات الحلواني فوق، برضو بيدي شكل حلو قوي للتورتايه كمان، خصوصا هي تورتايه بنوته فبتبقى شيك كده ورقيقه ومدلعه شويه. اتمنى يكون الفيديو مش طويل عليكم، يكون عجبكم وتنفذوا الاسبونج البيتي الاقتصادي جدا باذن الله. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه. ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية ووصفات تانية جديدة في حفظ الله.